بصوا بقى كده الشغل الفاخر من الاخر. بصوا كده الشكل والمنظر روعة 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 من الاخر. بصوا لوجي مش قادرة تمسك بقها. استني يا لوجي شوية، مفيش، مش عارفة تستنى. بتقولي روعة يا ماما. المنظر شكله يعني تحفة ويجوع بصراحة. ما قدروش يستنوا على ما اطلع الاكل بره. دوقيني ودوقيني ودي دوقيني. قلت لهم عينيا دوقوا. حبايب يوميات توته ام العيال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وافضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا كده تعالوا بينا اوريكم بقى الحواوشي الجامد ده. بصوا تاليا قاعده ماسكه حته في الاخر كده في الزنقور. بصي بتفترسها يا عيني. حلوه يا كوكو حبايبي. يا رب فيديو توته ام العيال ينال اعجابكم، والحواوشي بتاع توته ينال اعجابكم ان شاء الله. تعالوا بينا كده هوريكم بقى من اقل المقادير. والله الواحد بيطلع احسن حاجة في الاكل. من ربع كيلو لحمة. طبعا البصل والفلفل الرومي والتوابل. بصوا منظر كمان اللحمة بعد ما تبلتها بالبصل والفلفل وتتبيلته. الفلفل الاسمر طبعا. في عند العطار بقى في طعم حواوشي كده بيتباع زي اللي هو الفيجيتور، انا جبته برضو حطيته. عايزه اقول لكم طالعه الحواوشي طالع ريحته بطعمه تحفه. يعني لا تغلبي ولا تقلقي من اقل المقادير. انتي بقى لو شاطره كانت تيتا الله يرحمها كانت تقول لي الجدع بتغزل برجل حمار زي ما بيقولوا لما فانا بقى عشان شاطره بعمل من اقل حاجه. ما تنسوش بس تحطوا لتوته ام العيال اللايك والشير والاشتراك فضلا طبعا وليس امر. يا رب ينال اعجابكم فيديوهات توته ام العيال. اختكم طبعا لسه مبتدئه جديد. عايزه كل اللي يتفرج على فيديوهات توته ام العيال يحط لها اللايك والاشتراك ويفعل الجرس. يا رب بس ينال اعجابكم وتكون حاجه جميله كده ظريفه على القلب. عايزه اقول لكم بصوا منظر الرغيف كده وانا عامله فيه اللحمه. شايفين؟ اهم حاجه اللحمه تكون متوزعه كويس ويكون الرغيف مش مفتوح فتحه كبيره. انتوا كده عارفين ان اللحمه اصلا في العيش بتكش. يعني اللحمه العيش بيكش واللحمه بتكش، فاحنا لازم نكون موزعين اللحمه كويس بحيث ان هي لما تقل في الرغيف ما تقلش حته، يعني مسافه طويله، تبقى حته صغيره. تمام. يا رب بس كده ينال اعجابكم. بصوا اهم حاجه ايه؟ الرصه بتاعت اللحمه. طبعا انا عايزه اقول لكم يا اخواتي والله لو بتاخر عليكم معلش في الفيديوهات، فده طبعا انتوا عارفين من تاليا وريان انا معايا طفلين صغيرين مجننيني، فحقكم عليا. يا ريت تدعوا لي كتير ربنا يقويكم ويقويني على ولادي. عايزه اقول لكم حتى انا الفيديو ده كان المفروض ينزل مش متسجل، انا كنت هنزله كده بس طبعا من عياط ريان ومن كلام تاليا ولوجي حتى ومحمد الكبار عايزين ندوق. دوقينا ورينا يا ماما شكله عامل ايه. احنا طب انتي قربتي تخلصي؟ طب احنا عايزين نتغدى. انتوا طبعا عارفين الاطفال ربنا يخلي لكم اولادكم عاملين ازاي. الحمد لله طلع يعني عند حسن ظنهم وعجبهم. وان شاء الله كمان المنظر والشكل بتاع الحواوشي ينال اعجابكم ويكون عند حسن ظنكم. بصوا انا كل ما بعمل رغيف بوريكم انا ازاي موزعاه. شايفين كده؟ انا اهم حاجه بس فتحه الرغيف ما تبقاش كبيره. تمام. ربنا يقوينا طبعا على اولادنا وعلى ظروفنا اللي احنا فيها. بنمشي ظروفنا على الظروف اللي موجوده في البيت. اللهم لك الحمد. يعني اهم حاجه نربي اولادنا كويس ونقدر نكفي بيتنا كويس. بصوا هنا انا برصها اهو. بصوا هنا كده انا بقى ابتديت احط الزيت على الرغيف من بره. طبعا فضلت ان انا احط زيت، ما رضيتش احط لا زبده ولا سمنه ولا الكلام ده كله بحيث ان يكون خفيف، لاني طبعا بيبقى تقيل جدا لما الواحد بيعمل السمنه او الماده الدهنيه اللي بتبقى موجوده على الرغيف من بره دي ما بحبهاش صراحه. يعني حتى لما بجيبه من عند الكبابجي، لما بحب اشتريه من عند الكبابجي لان بيكون الماده الدهنيه بتاعته هي منها فيها السلة بتاع اللحمه نفسه. انما لو من عند اي حد تاني فهو بيتحط ماده دهنيه عشان يديك الطعم الحلو اللي انت نفسك فيه. فهنا بقى ابتديت انا اهو برص بدهن الرغيف، كل رغيف بدهنه بالزيت، زيت الذره اللي هو زيت عباد الشمس ده. تمام. كل رغيف بعمله بدهنه بالفرشه كده وارصه. بصوا منظر الرصه حتى شكلها فاخر من الاخر. اديله ادي بقى يا اخواتي،
مش قادره اقول لكم منظره عامل ازاي. بصوا اكلات توته ام العيال بقى يا اخواتي، كله يشجعها على قد ما هي على قدها، بس والله روعه. انا نفسي تبقوا معايا كده وشامين ريحه الاكل والاكل وانا بعمله في البيت. وادعوا لي طبعا ربنا يخفف اللي عندي طبعا من ضغط نفسي ومعنوي من ولادي ويقويني يا رب على اللي انا فيه. بصوا كده، بصوا يا اخواتي، بصوا منظر رصة الحواوشي ده. كان اخر رغيف بقى، قلت احطه ايه فوق الحواوشي لان ما كانش ليه مكان، وقلت طبعا اللي هيستوي الاول هنزله مكانه بحيث ان هو ياخد برده سخونيه الفرن. اهو شايفينه ده اللي هو كان اخر رغيف موجود من فوق. هنا بقى ابتديت ان انا اشوحه. اهم حاجه يا اخواتي بصوا، حاطه الصاج وهو بيستوي لا مطلع دخان ولا ليه والله العظيم ريحه وحشه ولا حاجه. كان تقليبه سهل وبسيط معايا، ما كانش كمان بيلزق لو انتوا شايفين. وكان لا ليه شياط ولا ريحه ولا دخان ولا الكلام ده خالص. هو على الجريل في الميكرويف اهو شايفين. بصوا المنظر. طبعا انا لو بعمله باي ماده دهنيه بسمنه او دهنه او زي ما بيتعمل بره كان زمانه طلع ريحه شياط صعبه او دخان فظيعه. بصوا اديله ادي بقى يا اخوات توته ام العيال. ادعوا لي بقى دعوه حلوه كده من قلبكم، ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم ويقويكم على اولادكم وعلى بيوتكم يا رب ويحفظكم بحفظه. بصوا كده، ادعوا لي دعوه من قلبكم يا اخواتي، والله ربنا يعلم انا ببقى واقفه في المطبخ وريان وتاليه بيبقوا عاملين فيا ايه بره عشان اقدر بس اعمل اكله ولا اعمل حاجه في البيت ان شاء الله. بس هم يبتدوا يشدوا حيلهم شويه هتلاقوا فيديوهات عديده بقى معتاده، لان اختكم يعني بتحب عمايل الاكل وترويق البيت، انا بحبش اقعد اصلا. بصوا بقى المنظر، يعني شغل فاخر من الاخر والله. بصوا كده انا ابتديت بقى ايه اطلع الحاجات اللي هي استوت. كل رغيف استوى بقلبه اهو الناحيه التانية عشان يطلع مظبوط. شايفين؟ بصوا المنظر. ربنا يعيننا يا رب كده على اولادنا ويديكوا الصحه وتشوفيهم في افضل حال يا رب. بصوا اهو شايفين؟ والله انا عايزه اقول لكم بجد، يعني بعمل لكم الحاجه دي، انا بعملها وبصورها بيبقوا مزنوقين فيا في كل حته. انا حاسه ان انا لو دخلت في الفريزر او في التلاجة هيخش ورايا. بصوا المنظر. هنا بقى كل رغيف كان طالع والله العظيم بحب وبقلبي ليهم. شايفين المنظر؟ شايفين كده؟ انا كده خلاص هم داخلين كلهم كده على السوا. خلاص طلعت اللي طلعته، كنت مطلعه كام رغيف كده منه. بصوا شايفين منظره تحفه ازاي؟ بصوا كده هو مقرمش ومحمص اللهم بارك. كده فاضل اللي هو الحاجات اللي هي بقى ايه، محمد عمال يعمل لكم قدام الكاميرا بيقول لكم ايه جامد، لان هو طبعا شامم الريحه وشايف المنظر كل اللي طلع. انا هوريكم في الاخر، مش هحرق المفاجاه، هوريكم في الاخر العيش كان طالع بالحواوشي عامل ازاي. بصوا هنا بقى هبتدي اوريكم المنظر. بصوا يا ريت بقى كل اللي يكبر بخاطر توته يشوف الحواوشي يكبر بخاطري كده بدعوه جميله من قلبه، ربنا يسعد قلوبكم. بصوا ويحط اللايك والشير لتوته ام العيال. عايزه كده يا ولاد بقى تشجعوا قناه يوميات توته ام العيال. بصوا منظره. عايزه اقول لكم والله لا شياط ولا ريحه مش حلوه في البيت، بالعكس كانت ريحه اللحمه طالعه. اهم حاجه يا جماعه ما نحطش لا زيت ونحط زيت قصدي، ولا نحط لا سمنه ولا ماده دهنيه تكون صعبه، عشان بس اولا ما يعملش ريحه مش حلوه، في نفس الوقت ما يبقاش تقيل على المعده. بصوا انا عاملاه بزيت عباد الشمس. بصوا المنظر الله اكبر، عامل شكل زهره عباد الشمس بالظبط. عايزه اقول لكم والله كانوا واقفين، عملت جنبه بقى شويه رز بسمتي سخنين كده، قلت بقى ايه ياكلوه معاهم. عايزه اقول لكم كانوا واقفين ورايا بصوا طابور مش قادره اقول لكم. بصوا المنظر. هنا بقى ابتديت افضي، كنت جايبه لهم كده مايونيز، ابتديت افضي مايونيز واحط لهم انا بعشق المايونيز ده طبعا، دي حاجه تانية عندي يعني. هنا الكاتشب، حطيت لهم كاتشب ومايونيز. بصوا محمد بيلف الطبق. والله عايزه اقول لكم كانوا واقفين على احر من الجمر. بصوا يا ريت كل بقى يحط اللايك كده والاشتراك ويدلع توته ام العيال، اديله ادي. بصوا يا ولاد، بصوا تاليا، بصوا تاليا بتقول لكم ازيكم عاملين ايه. يا رب تكونوا بصحه وافضل حال. بصوا
بصوا الحواوشي انا هوريكم دلوقتي، انا هفتح رغيف اوريكم كده، كان سخن على ايدي طلعت واحد بارد. بصوا بصوا منظر اللحمه فيه والله تحفه. عايزه اقول لكم اديله ادي يعني بجد، اديله ادي. بصوا المنظر، ها بصوا انا بدوق اهو قدامكم. بصوا ربنا يستر عليا في الدقه دي، طبعا كانوا ورايا كلهم الجماهير واقفين مستنيني. بصوا بقيت اقول لهم الرغيف ب 1 دولار، شايفين؟ بصوا لوجي اهي، بق لوجي اهو جنبي. يا رب كده ينال اعجابكم ويكون بكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، وفيديوهات يوميات توته واولادها يكون فيديوهاتها خفيفه كده وتعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. يا ريت كل اللي يتفرج على الفيديو بقى يحط اللايك والشير ويشجع اختكم ويشير قناتها. ولكم بالمثل، يا رب يديكم الصحه والعافيه، وانتظروني ان شاء الله كده في فيديو جديد ينال اعجابكم. هقول لكم بجد هتوحشوني ان شاء الله في الفيديو القادم. يلا باي باي، في حفظ الله ورعايته يا اخوات.